مأذون بيحكي انه كان رايح يكتب كتاب شاب كان يتيم الاب، كان معاه اخواله واعمامه، كان بيكتب الكتاب على بنت برضه كانت يتيمه وعمها هو اللي كان وليها. فالمأذون بيتكلم وبيوضح لهم اللي ليهم واللي عليهم، وبعدين بيسأل عم البنت هل اخدتم المهر؟ فالعم قال له لا ما خدناش حاجه. ساعتها الشاب العريس ارتبك جدا وقال له ما احنا اتفقنا مع البنت وامها اننا هندفع المهر بعد ما اقبض المكافأة كمان 6 شهور من العسكريه. فالعم قال لا الموضوع ده مرفوض بالنسبه لي ولازم تدفع المهر الاول. فالمأذون استأذن العم انه ياخد رأي البنت وامها، فالعم وافق، فدخل عشان يكلم البنت وامها وعمها كان واقف عمال يبص لهم. قاموا قالوا له اللي يشوفوا عمنا هو اللي يمشي. فالولد بقى في موقف صعب جدا، مش عارف يعمل ايه ومش معاه عشان يدفع المهر، واعمامه واخواله اللي موجودين محدش فيهم اتكلم او اتدخل خالص. بس كان معاه واحد صاحبه، لاحظوا ان صاحبه ده عمال يتكلم في التليفون كل شويه، وبعد شويه لقى صاحبه بيقول للعم اديني رقم حساب ام البنت. وفعلا بعد ربع ساعه حول الصديق ده المبلغ كله على حساب الام، وطلب من العم انه يدخل يتاكد ان رساله وصلت للام بالمبلغ ان هو تحول لحسابها. وفعلا خرج العم يقول كملوا كتب الكتاب خلاص الفلوس وصلت للام. قام العريس قام من كتر الفرحه حضن صاحبه ده وقعد يبوس في راسه. اتاري صديقه ده كلم كل اصحابه وطلب منهم ان هم يقفوا جنب صاحبه لانه محتاجهم ومش عارف يعمل ايه. وفعلا كلهم كل واحد فيهم حول المبلغ اللي يقدر عليه لغايه ما جمعوا المهر كله اللي هو كان 50,000. هو ده الصديق الصالح، فالصديق وقت الضيق. تخير اصدقائك لمثل هذا اليوم.